تدور كاميرا زوايا صحية متطلعة إلى العمل الصادق الذي تقوم به الكوادر الطبية التابعة لدائرة صحة ديالى، فتوجهت نحو الكادر الطبي المتواجد في المركز الصحي في قضاء بلدروز الذي لمسنا أصداءه في الروح والضمير الإنساني. ككادر أطباء أسنان كادرنا قياسي، ما نحتاج أي طبيب أسنان. بالنسبة للمواد كلها متوفرة، ما عندنا أي نقص. طبيعة عملنا داخل الوحدة إنه نشتغل كل شيء المراجع من قلع وتنظيف حشوات وحشوات ضوئية ودائمية. طبعا عناية منظمة اللي هي تابعة للمدارس. إذا الأراد نهاية الشهر تنتهي ونسد سجل العناية المنظمة. تبقى بس شغلة حشوات الجذور. احنا جهاز كامل ومنصوب، بس يعني اللي نطلبه انه يوفرون لنا افلام جاهزة، مو اللي تحتاج مواد التحميض، لان مواد التحميض حاليا ما ينطونا بها اعتذار حتى نشتريها وهي ما موجوده. فهاي فشي كش سهل لنا، يعني خلال دقيقه يطلع الفيلم، فبدون ما جهاز تحميض وعرقله ومصور اشعاعي وشي، يقدر طبيب الاسنان خلال 5 دقائق ياخذها للمريض، ويعني يسهل طبيعه عملنا. والله احنا كافه التحاليل موجوده عندنا، يجينا المريض الدكتور طبعا الدكتور يكتب له تحاليل ويجينا ونجرى له التحاليل. كافه التحاليل موجوده عندنا، كل شيء، بيتي، روست، ويدال، جنرال يورين، اي تحليل، اتش بي، ASR، كلها حاليا كلها متوفره. كل المواد، كل الموجود موجوده. وعادي مستمره لقاحاتنا اليوميه، الخماس، كل اللقاحات، الخماسي والرباعي والروتا، الحصبه المنفرده ومختلطه والقزاز، ونتابع المتسربين والتايفويد وفلاوانزا والكبد الكبار، كبد الصغار، والحمد لله ما عندنا مشاكل. المركز يستقبل أعدادا كبيرة من المراجعين يوميا ليصل إلى العشرات، ويقدم خدماته العلاجية والوقائية لهم، حيث يحتوي المركز على العديد من الأقسام، كل منه يقدم خدماته حسب اختصاصه. مراجعين هم الأطفال والنساء ورجال أيضا يعني، بس الأكثر هو رعاية الأطفال اللي هو عبارة عن لقاحات الأطفال والأطفال المرضى أيضا نمشيهم. وبالنسبة للنساء رعاية حوامل، يعني فحص الحامل، لقاح الحامل، تحاليل. إذا تحتاج إحالة مثلا أكو عوامل خطورة، الحامل تحتاج إحالة إلى المستشفى العام، نحولها للمستشفى العام أيضا. وعدد مراجعينا كلش يعني زخم كلش كبير، من 350 إلى تقريبا 400 وأحيانا 500 مراجع يوميا، ما بين أطفال ورجال ونساء. زين، شنو المشاكل اللي تعانون منها؟ مشاكلنا بس قلة الأطباء، عدد أطبائنا قليل. إحنا هنا طبيبتين ممارسات، يعني ممارسين عموميين، أطباء تدرج ما عندنا، ممارسين إضافيين مثلا كطبيب يمشين الرجال ما عندنا أطباء، عددنا قليل. المواطنون في قضاء بلدروز تقدموا بالشكر الجزيل لكادر المركز لتعاونه معهم ولما يوفره من خدمة طبية جيدة لاقت رضا الجميع. جاي ناخذ تحاليل يعني يوفرون الخدمة وتوفر كل جميع الخدمات موجودة. اي نعم. لا، انا المركز الصحي متوفره به الخدمه كلها موجوده يعني ادويه زينه متوفره كل شيء، تحاليل، ادويه، يعني موجودات كل شيء. استقبال جيد ومحترم، استقبال جيد يعني متوفر من المواطنين. لا ماكو مشاكل. لا متوفر كل شيء، يعني تحاليل، أدوية، يعني توضعين يعني كل شيء متوفر. لبرنامج زوايا صحية، صابرين ناظم.